قلت لك ليك يوم يا منير، وهو يومك جه يا حقير. لعنه عريان. تعال لي هنا. يا جاي يا باب. فينيتو مسيو منير، خلاص زمنك راح، دلوقتي زمن الفوكس. حسام باشا بس هو اللي يؤمر واحنا اللي ننفذ. انت بقيت الماضي يا منير، وهو الحاضر والمستقبل، ولعله خير ان شاء الله. بقى كده الله الله الله، واحد لا حسام باشا، ما يصحش كده، ده انتوا مهما كان طبعا اهل منير. الله، ده حسام باشا مليونير اللي اتجوز ايمان ارمله معتز اخوك. مليونير مين يا هلا؟ ده نصاب، ده رد سجون، ده بينصب عليك يا انت وهو. تاني بقى النصب ده طول عمره لعبتك يا منير. انا هسيبك بس عشان خاطر معتز الله يرحمه، لكن وديني وما اعبد، لو قربت ناحيه ايمان تاني هقطع خبرك، سامع؟ هقطع خبرك. انت بتهددني بقى. العفو، انا مش بهددك، انا بهددك وبحذرك. ولعلمك اللي واقف قدامك ده حسام تاني خالص غير حسام اللي انت عارفه. حسام يعرف يدوس، يعرف يهرس، يعرف يفرض. طب ليه يا حسام باشا؟ طيب احسن، احنا برضو بينا وبين بعض عشره. كان عنده حق الله يرحمه، والله معتز كان عنده حق يا اولاد. معفن، بصوا معفن، راجل معفن. ماشي، انا مش هرد عليك. عارف ليه؟ ليه يا منير؟ اخلاقي ما تسمحش، عشان انت في مكاني ضيفي، ما اقدرش ارد عليك. لا انت مش هترد عليا، عارف ليه؟ ليه؟ لانك ما تقدرش ترد عليا، لاني اقوى منك، وانت راجل جبان ولا مؤاخذه خسيس، ما ينفعش ترد عليا واشتري منك ال1000 بجنيه مرمين على الرصيفه، ولو انك مالكش تمن يا منير. وبعدها لك تاني، لو هوبت ناحيه ايمان هقطع خبرك، لا مؤاخذه هنفخ لك بطنك ومش هتعرف تعدي، سامع؟ يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. ده ايه النور ده يا ست حكمت؟ ده المكتب نور. هي كلمة وعاوزاك تجاوبني عليها بصراحة يا طاهر. خير يا ست الناس، فيه ايه؟ انت ليه عملت كده؟ ليه عملت كده؟ أني مش فاهم انت تقصدي ايه؟ لا انت فاهم كويس، وانا خلاص عرفت كل حاجة وسمعت خيانة الدياب بوداني. على عيني والله يا ست حكمت، على عيني، بس اعمل ايه؟ أني غلبت مع دياب، ويصعب علي اشوفك مخدوعه، ودياب بيخونك كل يوم مع واحده شكل. انت متأكد ان دياب بيخوني؟ متأكد؟ هو انت لسه شاكه بعد اللي انت سمعتيه بودانك؟ كان نفسي لما اسألك تقول لي ان دياب بريء. يا ريت كان ينفع، يا ريت كان ينفع يا ست الناس، بس الحقيقه غير كده. يا ريتك ما قلت لي، يا ريتك ما قلت لي. يعني قلت لك بعد ما فاض بيدي، يعني يامي قلت لدياب عيب يا دياب، ما يصحش يا دياب، اللي انت بتعمله ده مش صح يا دياب، وهو مش عايز يسمع كلام ابدا. وانا يصعب عليا اشوف واحده ست كامله وزي الفل ووقفت في ظهر جوزها وهو بيعمل معاها كده. يا ريتني فضلت على عماية يا طاهر، يا ريتني فضلت على عماية وما عرفتش الحقيقة. يا ست حكمة، هي شكلها مجروحة منك لله يا حسام، يعني كان لازم اسمع كلامك واقول له، بس انا هعمل ايه؟ الحج مش عليا، الحج على دياب، هو اللي بيخونها، لكن أنا ربنا عالم بنيتي. مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. ممكن ندخل؟ اتفضل طبعا يا خبر. ده ايه النور ده؟ اتفضلوا، اهلا وسهلا. اهلا بيكي. في الحقيقه احنا ما قدرناش نمشي غير لما نطمن على محمد وريهان ونتاكد انهم اصطلحوا. اتفضلوا. اطمن يا سيدي، اطمن خالص، وبعدين مجيتكم دي غاليه علينا قوي قوي. تعيشي يا مدام علي، هو لو اننا يعني كده جينا مفاجاه بدون استئذان كده مره واحده. في الحقيقه بقى الحق مش علينا، الحق على محمد بيه اللي مجرجرنا وراه نصاص الليالي. العفو يا باشا. ازي حضرتك؟ ازيك يا حماد؟ اهلا يا حبيبي. اتفضل.
والله انا ما كانش قصدي اتعبكم خالص. اديك تعبتنا يا سيدي عشان خناقه بسيطه بينك وبين مراتك. لو تعرف بقى اللي حصل، ريهام ما نامتش ولا لحظه وفضلت زعلانه انها زعلتك، وقالت انا لازم اروح اعتذر له واصالحه بنفسي. كمان قالت لي انها هتعيش معاك في المكان يا حبيبي اللي انت عايزه. طبعا هي الست ليها ايه غير جوزها وبيتها. سامع؟ معاك حق يا بابا. بجد انا مش عارفه اشكركم ازاي. انتوا ناس محترمين بجد، وشرف لينا ان احنا نناسبكم. ناس غيركم كان ابوها عليا وخلوها تعند اكتر. ايه اللي انت بتقوله ده يا محمد؟ احنا خلاص يا حبيبي بقينا اهل. وبعدين لعلمك بقى احنا اللي فرحانين بيك لاننا جوزنا بنتنا لراجل عنده عزه نفس وكرامه زيك. شكرا. مش ناقصك غير حاجه واحده، لو كملت يبقى ما فيش زيك. ايه هي؟ شويه صبر. اصل الستات ما بيجوش دايما بالاوامر يا حضره الظابط. ولا ايه رايك عليا هنا؟ لا في دي عندك حق يا سياده اللواء، بجد محمد في دي غلطان 100%. بس دلوقتي بقى احنا لازم نتعشى مع بعض. ايه يلا يا ريحان. طب بسرعه بقى يا ماما. حاضر. منور يا حماد. منور يا حماد. اهلا يا حبيبي. حلو. ايوه. لا مسافة السكة واكون عندكم. سلام. دياب، كلم مين؟ شغل. بردك هتطلع وترجع وش الصبح زي كل ليلة؟ قلت لك شغل. لساك ماشي في الطريق الواعر ده بعد كل اللي حصل؟ ده شغلي وما تتدخليش فيه واصل. انا مش فاهم انت راكبك هم الدنيا ليه؟ ما اللي اسمه منير جالك واعتذر لك وكان ناقص يبوس رجلك وتذللك، خلصنا بقى. من امتى بتصدق كلامه؟ وانت عارف ان هو ملوش كلمه. ملوش كلمه على نفسه، مش وانا موجود. طول ما انا جنبك ولا يقدر يهود ناحيتك لا انت ولا ملك. انت تعرفه منين يا حسين؟ هنعيده تاني يا ايمان؟ ما قلت لك معرفه قديمه. ماشي هعمل لك العشاء. لا عشاء ايه؟ استنى. مالك نامت؟ نامت. عشان الحاجات دي ما ينفعش ناخد فيها ريسك. نامت. مش عارف، حاسس بزلمه في الكهرباء، النور شكله هيقطع ولا ايه؟ استني كده ببص على النور. ايه الضحكه الحلوه دي؟ نامت. حسام لا. دياب اللي بتشربه ده يا دياب، انت ما كنتش كده. اسكتي يا بت، اسكتي، ده كيف الملوك. تخليكي تنسي الهموم وتطيري لفوق فوق قوي. فوق ايه؟ هو انا عارفه امشي على الارض لما هطير فوقيها؟ خليني زي ما انا بدل ما اقع على جدور رقبتي. انت طيري معايا وانا رجعك الارض تاني. يا سلام. قلتلك ده كيف ملوك، والغلابه اللي زيكي لازم يجربوه. وافرض خدت عليه. تعالي خلاص. انت دافع حاجه من جيبك؟ مش هكسف ايدك. اهو طير لي مره من نفسي. انزلي. انت مستني حد؟ تلاقيه زفتي واحده.
افتحي. ليه؟ ليه؟ جالك قلب؟ جالك قلب تعمل كده؟ ليه؟ ليه؟ مين دي يا دياب؟ مين دي؟ اطلعي بره! اطلعي! والله وبقيت من الأغنياء يا طاهر، وبقى عندك الملايين كده أحسن من البنك 100,000 مرة. هو أنا ناقص كلام وحد يجي يقول لي من أين لك هذه؟ ده أنا غلبان وأغلب من الغلب، والفلوس دي أنا جايبها بطفح الدم، يعني هي جت عليا. جاي ليه يا دياب؟ جاي تطلب مني السماح؟ تعرف أنا قلبي كان حاسس، لكن قلت الشيطان بيوزني. مين الشيطان اللي وزك يا حكمة؟ جاي عشان كده؟ طب روح أول خد طارك من اللي قتلوا ناسك. أقول لك مين الكلب ودي الكلب اللي قال لك أنا بعمل إيه؟ طاهر روح اكتب يا سبع. اسمحي يا حكمة، أنا ما كنتش إيه يا دياب؟ ما كنتش إيه؟ ما كفاكش ولدنا اللي مات؟ بدل ما تستهدى وتعجل راح تفجر؟ طب راعي ربنا في ولدك اللي لسه في بطنك. غلطت يا حكمة، ما كنتش في وعي. تاه عقلي مني أول ما ولدي راح. أنت عقلك تايه من زمان. طلقني. مش هطلقك يا حكمة. كده؟ ماشي. ده تموت ولا النمارة تاخدك مني، والحكومة هي اللي هتطلقني لما تعرف انك لساك حي. للأسف جنين مات في بطنها. كتير يا رب، كتير يا رب، كتير والله كتير يا رب.
تمام يا رجاله؟ كل واحد فيكم عرف الدور اللي هيقوم بيه؟ تمام يا جنرال. وطبعا حامد هو اللي هيأمن دخول الشحنه دي من على الحدود. سليم يا عريان، حامد اللي هيأمنها، بس ما نعتمدش عليه، حامد جبان وخسيس، ممكن يعمل لنا حاجه ويورطنا في حاجه تانية. قصدك ايه يا جنرال؟ ما تقلقناش. واحد يبيع امه عشان الفلوس، الفلوس عمياه، مستني منه ايه؟ اي غلطه هو مش عامل حسابها ممكن تودينا كلنا في داهيه، بالعربي كده لا يعتمد عليه، لازم نمشي ورا دماغنا. انا بقى يا حسام باشا نفسي امسك في سماره رقبته، هطلعها في ايدي على اللي عمله فيك ده. صبركوا عليا بس نخلص المصلحه بتاعتنا دي واروق له ابن المفكوكه ده. ايه ده العلم؟ بالراحه يا بوب، حامد ده بتاعي يخصني، خلينا دلوقتي في الخطه، تمشي زي ما اتفقنا، مفهوم؟ مفهوم. يلا جود لك. طب اسبقوني انتوا يا رجاله، انا عايز عمهم في كلمه. ماشي يا معلم. عملت ايه؟ ده عنوان دياب وحكمه يا عمهم، ولعله خير ان شاء الله. ربنا ما يحرمني منك يا العلم. حكمت، أنا عارف إنك مش هتسامحيني على اللي حصل. لو عاوزة ترجعي البلد تاني ارجعي، وأنا جاهز لأي حاجة. اللي حصل ده يا حكمت قدر ربنا. كل شيء بيتعوض يا حكمت، بيتعوض. يا حكمت أنا من ساعة ما ماتوا عيالي وأنا عايش زي الميت يا حكمت. انت فعلا بقيت ميت. تليفوننا سعيد الحظ هيفوز معانا بجايزتين، جايزه 10000 جنيه ومجموعه قيمه من الكتب. فاصل سريع العواف يا عروسي. ايه يا طاهر العواف دي؟ اسمها صباح الخير او مساء الخير. مساء الخير يا عروسي. ايه رأيك في قطفة الورد دي؟ قطفة؟ ايوه، ده أنا قاطفها لك مخصوص عشانك يا قمر انت يا حلو. بقول لك يا طاهر، ممكن تفوق شوية من اللي انت فيه عشان نعرف نتفاهم انا وانت؟ ماني فايق اهو. قولي لي انت عايزة ايه وأني تحت أمرك. انت عارف ان انا اتجوزتك عشان تحملي ابني باي وسيله، لا عشان بحبك ولا بموت فيك، فبلاش بقى جو الورد والشموع السوداء اللي انت بتعمله ده. وأني عند وعدي ورحمة أبوي ما فيه بني آدم يقدر يقرب منك، لا انت ولا حسام الصغير. ايه رأيك؟ طيب في بقى حاجه تانية انا عايزاها منك. أؤمريني أؤمريني وأني تحت الأمر. بص يا طاهر، في حاجات في لبسك وفي شكلك لازم تتغير، يمكن نليق على بعض ويحصل الكيمياء. كيمياء؟ كيمياء ايه يا دكتورة؟ كيمياء ايه؟ يعني تحت امرك، شوفي انت عايزة ايه واني موافق. بص بقى، اول حاجة لازم تعملها تشيل شنبك. شنبي ايه؟ شنبي ايه ده اللي اشيله؟ داني ببقى واقف كده في المجلس والشنب ده عامل لي هيبة، وبعدين الشنب ده عامل لي توازن، يعني أنا لو حلقت شنبي هقع على ظهري. لا خليه طبعا عامل لك توازن، لا توجع على ظهرك، عن إذنك. يا شاهندي أنا مش فاهم هي عصب في إيه؟ ده وقته يا دياب. ألو، إيه يا سيدي الناس؟ إيه؟ أجيلك حالا؟ طب يعني ما ينفعش نأجلها؟ طيب طب ماشي قول لي أنت فين؟ طب خلاص هجيلك، خلاص حاضر، سلام. طب أعمل إيه دلوقتي؟ أصالحها الأول ولا أروح له الأول؟ لا، المصلحة الأول.
البقاء لله. الله يرحمه. جاي تشمت فيا يا ود الهلالي؟ بالعكس، ده انا زيك بالظبط، مجرب وعارف يعني ايه الواحد قلبه يتحرق على فراق ناس بيحبوه. ده حزننا ومالكش دخل بيه. حزن واحد، كلنا بني ادمين يا ست حكمت، وبعدين الاصول اصول. ده انا كنت شريك جوزك. شاركت الهم والندامة، بس الحج مش عليك، الحج عليه هو اللي سابك تعيش وحط يده في يدك. اديكي جبت المفيد. بص بقى يا ام منصور، الله يرحمه طبعا ويحسن اليه، واضح ان انا وانتي في بينا وبين بعض عداوه وكره لله في لله، بس انا عايزك تراجعي نفسك. بيتهيألي لو عرفتيني كويس مش هتكرهيني ولا هتبقي عايزه تقتليني، بالعكس ده انت احتمال تحبيني. ما عاوزاش اعرفك، وبقولها لك يا ود الهلالي، نهايتك على يدي. يعجبني فيكي صراحتك وثقتك بنفسك وبحترمها، وعشان صراحتك دي انا هجيب لك من الاخر. خلي جوزك يبعد عني بدل ما هذبحهولك، ومش هيلحق يربي اللي في بطنك. والمره الجايه حاجه الاقيكي بتقري الفاتحه، بس بدل ما بتقريها لواحد بتقريها لاتنين. ولا تقدر تمس شعره واحده مني، عارف ليه؟ لانك ضعيف، اضعف مني بكتير. ما دريتيش؟ مش انا اتغيرت وما بقتش اضعف منيه بكتير، وبقيت قوي بفرم اللي يقف في سكتي وممكن اسحله كمان. وهعدها لك، حطي عقلك في راسك تعرفي خلاصك. خلي دياب يبعد عني، ده لو كنت لسه بتحبيه وعايزاه، وربنا يجعلها اخر الاحزان ولو اني اشك. بالسلامة يا طاهر بيه. الله يسلمك يا واد يا وهدان. ايه سي دياب، ازيك يا سيدي الناس؟ تعرف ليه يا طاهر؟ الناس بتربي كلاب. ليه الناس بتربي كلاب؟ الناس بتربي كلاب عشان يحرسوهم، وعشان لو في حرامي دخل الكلاب دي تهوهو عليه. مش بس كده، لأنه الكلاب بتكون مخلصة قوي لصاحبها، بس في بني آدمين أحط وأنجس من الكلاب، مهما ربيتهم ويبقوا مسحورين ولازم ينهشوا بلحم صاحبهم. ايوه بس دي يبقى كلب ابن 60 كلب ويستاهل الذبح، وعلى رأي المثل ديل الكلب عمره ما يتعدل. وليه انت لعبت لك معايا يا طاهر؟ أني؟ ايوه انت. أني يا سيدي الناس ألعب بدالي معاك أنت؟ ده أني لو عندي ديل أقطعه علشان خاطرك. اخرس وسيب الكبير يكمل كلامه يا بو. أنت اللي تخرس خالص وما تفتحش بقك. أني وسيد ياب بنتكلم، أنت تخرس. ده الموبايل بتاعي. يعني ده موبايل؟ ايوه، ده انا قلت مش هلاقيه، ده دورت عليه في كل حته وما كنتش عارف هو فين. انا كنت عارف هو فين. ايه اللي انت بتعمله ده يا سيد ياب؟ هو انا عملت حاجه؟ والنعمه الشريفه انا ما عملتش اي حاجه. بس خلي حكمة تتسلط عليا. عاوز تخرب بيني وبين مرتي، دي هي الفضائل في الدنيا يا طاهر، واللي خلق الخلق لبعتك على الاخر يا خاين. بتخون سيدي دياب يا كلب.
ده انت لحم كتافك من خيره. والنعمة الشريفة ما حصل، والدليل على كده اني حفظت سره لما كان هربان. اني لو خاين كان زمانهم قبضوا عليه. وجوازك من اخت حسام الهلالي مش خيانه برضك؟ هو اتجوز اخت حسام الهلالي؟ ده انتوا عاملين عليا ربيطيه. رباطية ايه بس يا سيدي الناس؟ ده انا عملت كده عشان ابقى قريب منه واعرف كل اخباره واقولها لك. يعني انا ضحيت بنفسي واتجوزت اخته عشانك. للدرجه دي هي عفشه؟ عفشه كيف يا سيد؟ الواد كامل بيقول انها زي نهضة القشطه. يا ابن الكلب يا خسيس يا كامل. زي لحظة القشطة معناتها بتتاكل واكل. ايه رايك يا وهدان نجيبوها ونسهروا معاها ليلة؟ دي مهما كانت بقيت واحدة منينا، لازم نقوم معاها بالواجب. يا ريت يا سيدي. حسام الهلالي بيجهز لعملية جديدة عن طريق البحر. المكان عفش ما يصحش تيجي، والمكان كده لازم نرتبوه. البضاعة كلها 3 كونتينرات هيدخلوا مصر عن طريق السلوم. وحدان ما تنساش جزازتين شمبانيا، عاوزين نروقوا دماغ العروسة. ودي حاجة تتنسي، العروسة لازم تتبسط. هيتحملوا على ظهر تريلا كبيرة وهيدخلوا مصر على انهم لعب اطفال جاية من الصين. شفت بقى؟ شفت يا سيدي الناس انا بعمل ايه علشان خاطرك؟ حلو. وما قلتش الكلام ده قبل سابق ليه؟ ماني لسه عارف الكلام ده وجيت النهارده عشان اقول له. جيت كيف؟ احنا اللي كلمناك عشان تيجي. سيدي دياب الواد ده كانه بيلعب علينا. العب ازاي بس يا وهدان؟ العب ازاي؟ والنعمه الشريفه اني ما بلعب. طب وغلاوتك عندي يا وهدان ما بلعب. وبعدين العب ازاي واني مصلحتي من مصلحتكم؟ من دلوقتي يا ظاهر مصالحنا هتختلف. سيد الناس يا سيدي ابوس ايدك، ابوس ايدك سيبني عيش، سيبني عيش. ده لي عريس جديد، حرام عليك وحياة الغاليين عندك. ما بقتش حاجة غالية عندي، الغاليين بقوا تحت التراب. تشهد على روحك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أني ما متش، أني ما متش صح؟ ما متش صح؟ أنت كنت فاكر إني هقتلك؟ أيوه، أني كنت شاكك. الشيطان شاطر يا سيدي الناس. الشيطان شاطر، بس حسيبك النوبة دي تعيش، والنوبة التانية لو لعبت بديلك كده ولا كده أقسم برب العباد لا تكون الرصاصة في نص راسك. فاهم؟ فاهم. ومن السعادة عايزك تعتبرني مداس في رجلك. اديني رقم الضابط محمد أخو حسام. وده عايزه ليه؟ الحساب ده سهل، من دلوقت بتنفذ كل اللي بقوله وانت ساكت. مفهوم؟ الموبايل عندك اهو، خد منه كل النمر اللي انت عايزها. هات لي قهوه تانية والنبي يا صاحبي. ده تالت فنجان قهوه تشربه في ساعه يا استاذ عمر. انت مالك؟ هو انت اللي بتحسب لي من جيبك؟ اتفضل روح اعمله. حر. صباح الخير. لو سمحت عاوز اشوف حل الفيزا بتاعتي. مالها يا فندم؟ كنت عملت لها الباسورد وبعد كده نسيته. في حد ينسى الباسورد بتاعه يا استاذ؟ ما هو ده اللي حصل بقى، ومتعشم ان حضرتك تشوف لي حل. مفيش مشكله، احنا ممكن نغير الباسورد ونعمل واحد جديد. طب وده ياخد قد ايه وقت؟ يعني من 15 ل 20 يوم. معقول استنى 20 يوم تاني؟ والله هو ده اللي عندي. اتفضل املى الورقه دي واديني بطاقتك لو سمحت. بطاقه يا باشا. هو انا مش عارف راحت فين صراحه. ما ينفعش كده يا استاذ، انت كده بتعطلني عن خدمه عملاء تانيين. طب انت حضرتك بتزعل ايه طيب؟ استغفر الله العظيم يا رب، كل ذنب عظيم. حاتم انده لعمر وخلص انت معامله العميل اللي معاك.
كلم منير. افتح يا عم ازاي يا كريم. صباح الخير يا فندم. وهيجي منين الخير؟ وانت بقيت مستهتر وعلى طول بتيجي متاخر، وكمان كشري وقافل وشك وقافش على العملاء. يا فندم حضرتك انا مش عايز ولا كلمه، انا شايفك كنت بتكلم العميل وكانه بيشتغل عندك. معلش يا فندم، خلقي ضيق اليومين دول. ضيق على نفسك يا سيدي مش على العملاء. وبعدين هيكون ايه يعني اللي معكر مزاجك اليومين دول؟ يا فندم بيتي قايل للسقوط، والشقه اللي انا قاعد فيها انا ومراتي شافطه كل مرتبي. شوف يا عمر، مهما كانت مشاكلك ده مش عذر ابدا انك تتعصب على العملاء. انا اسف يا فندم، اوعدك ان هي مش هتتكرر تاني. اوكي، انا هقبل اسفك المره دي، انما لو حصلت مره تانية انا مش هقبل اي اعذار. ميرسي جدا لذوقك يا فندم. بعد اذنك. رايح فين؟ روح اكمل شغلي على مكتبي. لا انت اجازه بقيت اليوم. ليه يا فندم؟ مش احسن ما العملاء يطفشوا؟ انت تروح تريح النهارده وتجيلنا بكره وعلى وشك ابتسامه. حاضر يا فندم، بعد اذن حضرتك. اتفضل. وعدان، ما تنساش تظبط وش العريس، عاوزه يروح للعروسة متظبط. الو، الضابط محمد الهلالي؟ ايوه، مين معايا؟ مش مهم تعرف مين معاك، المهم عاوزك تعرف اللي مغلبكم وبيدخل شحنات سلاح للبلد هو اخوك حسام الهلالي. انت كذاب. انت مين يالا؟ كذاب. لو عاوز تتأكد، اخوك عنده عملية جديدة يوم الجمعة على حدود السلوم. وما تنساش يا حضرة الضابط، ما تنساش تسأل نفسك سؤال، هو اخوك حسام ده جاب الفلوس دي كلها من فين؟ انت مين يالا؟ الو الو، كذاب ابن كذاب. انت ازاي يا حيوان انت تقول لي دياب انني اتجوزت شاهين دي اخت حسام؟ وفيها ايه يعني يا اخوي؟ فيها ايه؟ ما انت اتجوزت جواز على سنة الله ورسوله، ولازم ان الناس كلها تعلم بيه. الناس كلها تعلم بيه؟ ده اني هعلمك علامة في وشك اخليك تفتكرني بيها لاخر يوم في عمرك. ما تهدى يا اخويا، انت اتجننت ولا ايه؟ ما تعجل يا جدع. انت خليت فيا عجل، انت خليت فيا عجل يا منتن يا معفن. ده اني ماشي. الو، ايوه يا شاهين يا حبيبتي. جاي امتى؟ ده تدعاني لسه كنت هكلمك وبقول لك انني احتمال ابات في الشركه. هعمل ايه؟ مشاغل. اقفلي الباب على نفسك كويس انت والمحروس حسام، ولو فيه اي حاجه كلميني على طول. يلا سلام يا حبيبتي. لا اله الا الله. سلام يا سناء. يا سناء. يا فندم يا طاهر بيه، اندهيلي الزفت كامل. ده مشي من شويه يا فندم وكان مستعجل. مشي وكان مستعجل؟ بتهرب مني يا كامل؟ طيب وديني لا اقطع لك لسانك من لغلوغه واخليك تعيش اخرس بقيت عمرك.